ازيكم عاملين ايه؟ جايه لكم النهارده بفيديو جديد بقى مختلف من نوعه. ودي عباره عن فلوج هنسافر فيها وهقضي فيها معاكم 7 ايام. جيس يا جماعه رايحين فين؟ ايوه مش ملل. جيس يا جماعه رايحين فين؟ مش هنقول. خليكم معانا طول الطريق بقى نشوف. طريق الطريق 24 ساعه. طريق طويل جدا. الطريق يا آلاء، شعورك تجاه الطريق؟ اما نجربه الاول. ربنا معانا. هنا كنا في الطريق من اسكندريه للقاهره. الطريق من اسكندريه للقاهره كان حوالي 3 ساعات ونص ل4 ساعات. هنا كنا وصلنا المحطه. احنا يا جماعه دلوقتي في محطه رمسيس. اذكر لماذا سمعت محطة رمسيس بهذا الاسم؟ اكيد مش خالك. هنا يا جماعه كنا في محطه رمسيس، هي اول مره اروحها، كانت حلوه قوي. وهي قعدنا حوالي ساعه ونص ساعتين بس مستنيين القطر ان هو يجي. هنا بقى كنا مستنيين القطر، حرفيا تعبنا يعني، استنينا كتير قوي زي ما قلت لكم حوالي ساعتين. كل ده كنا واقفين. هنا بقى كنا بنحط حاجتنا زي ما انتم شايفين، بنحاول ان احنا نرص الشنط بحيث ان ما يبقاش في اي شنط جوه القطر. الموضوع الصراحه كان مرهق جدا لغايه ما عملنا كل ده وبدأنا نتحرك بالقطر زي ما انتم شايفين. القطر صراحة، هو القطر كان درجة تانية تبع وزارة الشباب والرياضة. القطر ما كانش مريح قوي بس كان احسن من الاتوبيس، يعني كان حلو. احنا طبعا ما عرفناش ننام طول الطريق بسبب ان هو حسينا الكراسي مش مريحة قوي. لكن هو كان كويس نوعا ما يعني. الجاكيت ده كان بتاعي صح؟ الجاكيت بتاع شنطة اسمه واحنا في الاتوبيس فقلت ايه، مش هحرق السؤال، نساله احنا مع بعض. قلت كلمه كده مرتين ثلاثه وعدتها برضه انها تاني في القطر. استر يا رب. قلت ايه؟ قلت هنا كانوا بيتناقشوا في حاجات مهمة ملناش دعوة بيهم، هنسكبهم يعني، ملناش دعوة بيهم. هي ما كانتش مناقشة قوي يعني، هما كانوا بيتخانقوا يعني، للصراحة يعني والأمانة. تعبنا يا جماعه والله. هنا كنا وصلنا، هو احنا كنا جامعات كتيرة، قسموا شوية جامعات هينزلوا في أسوان الأول والجامعات التانية هتنزل في الأقصر الأول. احنا كان نصيبنا كان ان احنا هننزل في أسوان الأول، فالسفر بتاعنا كان طويل قوي بلس أسوان، يعني عشان أسوان أبعد من الأقصر. فتقريبا كنا في الطريق السفر حوالي 13 14 ساعة. كل ده في القطر، والموضوع صراحة كان طويل موت. احنا كنا زهقانين لدرجة ان احنا ملقناش حاجة نعملها خالص، ومش عارفين ننام لأن الكراسي مش مريحة قوي. هنا بعد كده ركبنا الباص ورحنا يعني مشينا في شوارع أسوان. الشوارع بتاعتها تحفة تحفة جدا يا جماعة، تحفة بجد. الشوارع بتاعتها حلوة قوي وملونينها، ومشينا على النيل فحاجة تحفة. وكنا في طريقنا للمدينة الشبابية بأسوان. اللي قاعد في كرسي مش هيتحرك منه، يعني طول الرحله احنا قاعدين في نفس المكان. تمام. كل المزارات لما هيتنقل من اسوان للاقصر قاعدين في نفس الكرسي. تمام. مواعيدنا اهم حاجه، علشان هنا الوزاره ملتزمه بمواعيد، يعني اللي هيتاخر هيفضل. هنا كنا وصلنا المدينة الشبابية، زي ما انتوا شايفين الموضوع زحمة قوي لأن احنا كنا بنتسكن الأول وبياخدوا بطاقاتنا بقى ويسكنونا في الغرف. ده يا جماعة كان شكل الغرفة من جوه. أوض أسوان بتكون عبارة عن 8 سراير ل8 أفراد، بيكون معاها حمام جوه الأوضة. وبيكون في كارت، الأوضة بتتفتح بكارت بنحطه، وأول ما بنشيل الكارت الإضاءة وكل حاجة بتطفي. كان في تلفزيون وكان في تكييف. احنا عندنا 2 فيو للأوض، بس احنا خدنا الفيو الأحلى اللي هو الستاد زي ما انتوا شايفين. في فيو تاني بقى كان على مقابر، فالحمد لله ان احنا ما خدناهوش. الفيو هنا كان حلو قوي قوي قوي.
وكان في برندة تحت كمان. زي ما انتوا شايفين في برندة. وكنا اوض كده جنب بعض. وكان فيها كمان منشر للغسيل، فدي كانت حاجة مهمة جدا. وطبعا اهم حاجة التكييف، لان الجو هناك حر جدا. كمان يا جماعة بيبقى فيه خزانات كده للملابس، او تحطوا فيها اي حاجة بتاعتكم، بقى ليها فيها مفتاح كمان للامان يعني. دي كده المدينة الشعبية من بره، شكلها عامل كده. وفي اسانسير، صراحة الاسانسير ده احسن حاجة تقريبا، يعني حرفيا كان حلو قوي في التصوير. بعد كده نزلنا صالة الطعام عشان نفطر. ده شكلها من جوه، بيبقى فيه المكان كبير جدا جدا جدا. بتعدوا كده، بيبقى فيه كوبونات بيدوها لكم، بتعدوا على الممر تاخدوا الاكل بتاعكم. وده الاكل بتاعنا، اللي هو الفطار كان لاول يوم. عبارة عن لبن وجبن وبيض وشاي وفول. وطبعا مع فطار وغدا وعشاء بيدوكوا ازازة مية وازازة عصير كمان، او لبن على حسب ما تحبوا، وعيش. تاخد سيلفي مع خطيبها. انا كمان عايزه اتصور معايا، صوروني معاك. تعالي اسمع. دي مقابر اجدادنا الفراعنه. وبعد كده طلعنا ارتحنا شوية، وبعد كده نزلنا على الغدا. كان الساعة 2. كان عبارة عن لحمة ورز وفاصوليا بيضة وعيش وعصير ومية وسلطة. الأكل في أسوان صراحة كان كويس نوعا ما، كان حلو يعني، كنا بناكل عادي. دلوقتي يا جماعة احنا اتغدينا ونازلين نروح أول متحف، يلا معانا. هنطلع من المتحف. كل ده احنا كنا في متحف النوبة. وده التمثال موجود كده أول ما تخشوا المتحف، بتاع توت عنخ آمون. هو أكبر من اللي في الصور بكتير. ده زنجبيل. لا دي بقر مكسور. زنجبيل بيتاكل. هنعمل ايه واحنا في عرض البحر؟ دي بقى حرفيا كانت اكتر حاجة مرعبة احنا شفناها في متحف النوبة. دول عبارة عن ناس، بس هم اكشلي مش ناس، يعني دي تماثيل.
يعني هنا الواحد بيحفظ ولاد القرآن مثلا. احنا عايزين يعني هتشوفوا حاجات تانية هنا مثلا هتشوفوا دول عبارة عن ناس. فالموضوع غريب جدا. هنا بقى دول ناس بيجهزوا تقريبا حنة او خطوبة حاجة كده يعني، واحنا دخلنا عليهم بقى. يعني زي ما انتم شايفين بصوا التفاصيل يا جماعة حاجة تحفة حلو قوي. تفاصيل مش ممكن بجد. احنا اول ما شفناهم فكرناهم ناس حقيقيين. اخرة الاسنان يا جماعة، عمالين بنبص على السنان. ايوه ما عشان كان قديم. فده ده لو ناخده معانا ما لسه بقول كانت فين السنين دي من كام شهر. بس ده هيبقى توتال. وبعدين ليه عنده خرم في راسه من فوق؟ حتى خد باله في الفرونتال بون هنا. ليه عنده ديبريشن؟ ممكن يكون واخد ضربة. هنا بقى ركبنا الباص ودلوقتي رايحين متحف النيل. والله ما زعلانه دلوقتي يا جماعة احنا هنطلع رايحين متحف النيل ده. هنا يا جماعة في مية بتنزل بس انتوا مش شايفينها يعني. واو جمل واسف. كان بيقدسوا النيل وعاملين النيل ده عيد اسمه عيد وفاء النيل. العيد ده كان بيجي في شهر اغسطس، كان بيجي اليوم ده بيحتفلوا الفراعنه بعيد وفاء النيل. كانوا بيلفوا المدينه بيجيبوا دميه خشب زي كده بيبتدوا يلفوا بيها المدينه كلها كمظهر من مظاهر الاحتفال بعيد وفاء النيل، لغايه المطاف يخشوا بيها المعبد ومن فوق المعبد يبتدوا يلقوها في النيل كمظهر من مظاهر الاحتفال بعيد وفاء النيل. بالاضافه كان بيرموا قرابين او بيرموا فاكهه، بيذبحوا قرابين للحيوانات، فما كانوش بيلقوا عروش حقيقيه في النيل ولا حاجه من الكلام ده خرافات، ان مفيش انسان بيرمي انسان قربانا لله. فهم طبعا في حضاره جت على الفراعنه كانوا عايزين يخلصوا حضاره الفراعنه، فالكلام ده طبعا زي ما حكيت بالمره الفراعنه كانوا بيحتفلوا بعيد وفاء النيل، ما كانوش بيختاروا الفراعنه في الموضوع. محطتين لتوليد الكهرباء. اخر التعليق دي طبعا كانت سنه 1934 عشان يخزن لمصر حوالي 5 مليار متر مكعب ميه، بس التخزين الميه ده كان فيه مشكله ان التخزين ده اول وزير مصري من تولى وزاره الاشغال العامه اللي هي وزاره الري اللي بتبقى مشرفه على النيل، وبالتالي على انجازاته والمشاريع اللي عملها على لحد ما بيخش السودان بيبقى اسمه النيل الابيض. النيل الابيض والنيل الازرق كل واحد بيمشي في مساره لحد ما الاثنين بيتقابلوا في السودان في الخرطوم بنفس المسار زي ما انتم شايفين كده، تمام. بيطلع من بعديهم نهر النيل. بعد ما شربنا على لا دي مش بولتي، دي السمك اللي بينضف لكن ده بولتي عادي. ده البولتي العادي. بس ده بيبقى
هنا بقى كنا خلصنا جولتنا في متحفين، كانوا المتحفين بس متحف النوم ومتحف النيل، لان احنا كنا لسه جايين من السفر وكنا تعبانين فخففوا البرنامج شويه. هنا بقى نزلنا رحنا السوق. زي ما انتوا شايفين السوق فيه حاجات كتير قوي، في حاجات كتير قوي مشهوره بيها اسوان، منها التوابل يا جماعه عندهم هناك تحفه تحفه تحفه، وعصير القصب والسوداني والحاجات دي. استني تعالي كده، انا عايزه اصور الحته اللي جوه دي. اي جلابيه بمتين جنيه، جلابيه بمتين جنيه، جلابيه عند العروضي. هدايا عرض، هدايا عرض. احنا مش سواجه. كمية توابل مش طبيعية. ايوه ماما قالت لي شطة هنا صغننة بتبقى سم كده، بتبقى حلوة قوي. ما شفتهاش انا الشطة. خدي النضارة طالما هتصوريني. لا دي حاجة حلوة على ذوقك. هنا بقى ايمان كانت بترسم حنه. هي سالتها عايزه رسمه ايه، هي ما كانتش عارفه، قالت لها حاجه على ذوقك وكده. فالطنط دي رسمت لها، تعرفنا عليها بقى ورسمت لها رسمه تحفه يا جماعه. استنوا بقى عشان اوريها لكم في الاخر. ايه رأيك؟ تحفه. يا اما هديتك قلم، هديتك قلم على وشي. دول يا جماعه بيتخانقوا ملناش دعوه بيهم. مش هتعرفي تديني قلم. وريني كده تديهم ازاي؟ بصي بصي، ما كنتش ليك انا. اول يوم كده خلاص. بتعمل كده. انا عايزة والله العظيم انا بنات سواح فيها الاجانب، عامله بلاشر طبيعي، عامله اي شادو طبيعي. والله مش هتفلت كده يا جماعه. احنا خلصنا اول يوم، اشوفكم بقى بكره.